صباح الفل. صباح النور. ازيك يا محمد؟ تمام. اخبارك ايه؟ زي الفل. وحشني والله. انت اكتر. المشوار النهارده كان يعني انا جاي بكريم فالدنيا ماشي مريش يعني. طيب انت عارف قتل فن؟ طب سمي يلا. بسم الله. طيب انت بدأت الحكايه ازاي؟ بدأت اصلا من اولك خالص بقى، يعني من اول. انت عايز من اول بدايه ولا من اول بدايه خالص ولا من لو عندك ورا هات، يعني كل ما تجيب مارش بيجيب حلو معاك. طيب بص، اقدم حاجه انا يعني فاكرها ان رابعه 5 ابتدائي كده كنت متابع. انت عندك كام سنه الاول؟ 31. ماشي. فكان في، عارف مجله فلاش خالد دي كنت متابعها جدا. كنت بحب الشخصيات بتاعت ميدو سوزي، موت المطحون توتو عضلات الحاجات دي. فانا فاكر ان انا كنت بقلد الكاركترات دي، كاركترات سيمبل كده، حتى الباك جراوند ورا الكاركتر اللي هي عارف انت المباني اللي كنت بقلد الحاجات دي جدا. انا فاكر ان انا جبت كراسه رسم وما جبتش ورق اي 4 اصلا ولا بتاع، جبت كراسه رسم ورحت مقطعها 4/4 كده. وانا فاكر انا كنت برسم بقلم سنون كده، وعملت الحدود اللي كان بيعملها بقلم ماركر اسود كده. وعملت بتاع ربع عدد تقريبا. عملت ان انا تخيلت ان ميدو راح فلسطين، وعرفت الحوارات دي بالظبط. حتى عملت الغاز، يعني عملت ابحث مع الشرطه ومش عارف ايه وكلمه السر. انت عندك كام سنه ساعتها؟ كنت انا في رابعه ابتدائي او 5 ابتدائي. ده انت الموضوع تعمق على طول، دخلت في الكوميكس. انا كنت بعمل كده بس هو يعني انت عارف اللي هو ما كانش اللي هو لا انا عايز خلاص ابقى بس انت مبسوط انت بتعمل لا يعني حبيت حاجه، فاهمني؟ عارف انا كنت مندمج قوي مع العالم بتاعهم، فانا عايز اعمل قصص انا بقى، فاهمني؟ فهو بس انا عملت بتاع ربع عدد كده، قصتين مع لغز ومش عارف ايه، وعمال افر فيهم كده، حسيت ان انا عملت انجاز، فاهمني؟ بس بعد كده دخلت اعدادي. سبيستون طبعا، شباب المستقبل. جابتك على وشك. يعني كنت بقى وار تينز. كنت بتابع بقى ايه، كنت برسم الحاجات اللي انا بتابعها. مثلا كنت بتابع كونان، بوكيمون، كابتن ماجد، عارف انت الحاجات دي. فالحاجات دي كنت بقلدها كده. كان في برضه برنامج بيجي على سبيستون لسه، اسمه كيف ترسم الكرتون او حاجه زي كده. كان يجي يكتب مش عارف كلمه فن فيطلع مش عارف ايه. كنت مهووس قوي بالبرنامج ده، وكنت اجي اقلد حاجات. بص نفس الفيرجن بتاع كلمه ملح، عارف انت ملح وتعملها بوش كده ومش عارف ايه وبتاع. بعد كده دخلت ثانوي. والدي جاب لنا كمبيوتر ليش انا دماغت بقى قلت جيمز. يعني انا كنت مقضيها جيمز بقى، سترونج هولد وبيس كل حديد والحاجات دي. فكان مع الكمبيوتر اسطوانات كده، فيهم اسطوانه اسمها القعقاع. مش عارف انت الايه؟ القعقاع، هي جايه من السعوديه. ماشي. ما عديتش انا، عدى عليا كيفة اللي هي بتاعت الفوتوشوب ومش عارف لا هي نفس النظام كده. هي عباره عن انت بتفتحها يوزر كده، فلاش بلاير، وفيها باتنز، مش عارف منوعات، برامج جرافيكس، برامج مش عارف ايه. هي حاجه زي اللي وكان بيبقى فيها توتوريالز كده. ده عالم الكمبيوتر عندنا حاجه كده، حاجه زي كده. فكنت ادخل على التوتوريالز دي، حاجات بسيطه كده. ازاي مثلا تعمل بابل على الفوتوشوب، ازاي تعمل رعد، فوتوشوب 7 برق قصدي. فوتوشوب 7 ايام فوتوشوب 7 اللي هو بوريشه ده. لا انا بص حضرت سي اس. لا مش سي اس، ده انا حضرت اللي هو 0.5. اللوجو كان ابيض واسود، اللي هو ده انت قبل كده كمان. ده قديم قوي. انا يعني حضرت الفوتوشوب اللي كان انا اولي معايا كان 7 اللي هو بريشه وعين كده. لا ده كنت يعني انا فوتوشوب فتحته قبل كده، بس اللي هو كنت يعني مش عارف ايه ده. يعني كانت اسطوانات قديمه في الكمبيوتر، اللي هو كان انا حضرت ويندوز كام 95، فاهمني؟ فالحاجات فكانت في حاجات كده بتقع تحت ايديا، فاهمني؟ لما دخلت باباك هو اللي كان بيجيب كل الكلام ده. بالظبط. ربنا يبارك له والله. فحضرت انا ويندوز 95. حضرت الحاجات القديمه دي. كان والدي برضو الكمبيوتر القديم خالص كان بيعمل لنا حاجه كده على الدوس. ادخل على الجيمز مثلا فيفا، يخلي لنا مثلا ادوس اف انتر اول ما افتح الجهاز، اف انتر
بدخل على الفيفا على طول من غير ما ادخل بقى ايه في الويندوز والحاجات دي يعني. احنا وصلنا ايه الثانوي كان كنت برضو يعني بص في الملخصات انا بذاكر فيها كنت بهرب من المذاكره ان انا ارسم مثلا ايه سابق ولاحق كابتن ماجد عارف وشوش كده بس فكنت برسم الحاجات دي كتير بقت كومفورت زون عندي اللي انا برسم كده اللي هو بهرب من المذاكره. في ناس يعني كانت بترسم عين عارف انت البنات يرسموا قلوب انا كنت برسم الحاجات اللي انا شايفها دي. انا فاكر ان في حصه ما اعرفش كمبيوتر مجال مش عارف صناعه حاجه زي كده اللي انا فاكر ان هو ايه كان معايا بنتين وهم قاعدين على الكمبيوتر وانا قاعد على الكمبيوتر تاني. فكان كان اسطوانه القعقاع دي كنت بشغلها في الحصه دي وقاعد اتعلم بقى التوتوريالز دي مش عارف تعمل بابلز على الفوتوشوب تعمل برق فاهمني. هي مش حاجه ارتستيك خالص هي خطوات بس انت عرفت الانترفيس وعرفت شكل البرنامج بالظبط هي خطوات بسيطه كده يعني اي حد هيمشي عليها يطلع النتيجه دي. وكان برضو معايا اسطوانه تانية كانت بتعلمني الفوتوشوب اللي الايكونز بتعمل ايه وبتاع. حتى انا وصلت يعني احلام خرافيه كده انا عايز اعمل قصه الانجليزي فيلم انيميشن باللوكي فاي عارف انت كانت يعني بص في الضياع خالص يعني. بس بعد كده يعني انا كنت عايز ادخل فنون تقريبا تقريبا ماشي مش فاكر يعني ولا ايه. انا كنت عايز اخشها بس انا ما اعرفش ان المجال ده هنا اصلا انا في دماغي انت عامل زيه عايز ارجع لموضوع اعدادي تاني. انا كنت شفت ساعتها فيلم طرزان كنت برسم طرزان كتير جدا وكنت بغوص قوي في الخلفيات بتاعته الشجر السين بتاع النمر مثلا هو بيعدي والخلفيات ومش عارف ايه. فالفيديو بتاع الميكنج وقع تحت ايدي في اليوتيوب عارف بقى جلينكين مثلا هو يمسك الحاجات بيفرها كده انا بص عارف عارف انت الحاجه بص فظيعه يعني انا عايز اعرف الناس دي بتعمل ايه فاهمني. فمن ساعتها بقى انا في دماغي ان المجال ده بره هو مش هنا مفيش حد بيشتغل هنا اصلا كده تمام. فبرضه من ضمن الحاجات اللي كنت برسمها طرزان وكده وده اللي خلاني برضه يعني احب الانفايرمنت ارت ان انا كنت بحب بغوص قوي في الخلفيات بتاعت طرزان. ما كنتش مركز على الكاركتر ما كنتش بركز عليها قوي ازاي يعني العكس ده كل الناس العكس يعني انا ممكن ما اخدش بالي من خلفيات بس اخد بالي من بص كرسم مثلا انا برسمها لكن كشكل مثلا بعمل بوز كده افضل ابص على الشجر من بعيد بتسرح انت جوه فاهمني. يعني هو اول مره بتفرج على الفيلم عادي تاني مره بقى انا بحاول برضو افتكر انا كنت بعمل ايه بالظبط بس فعلا انا كنت بعمل بوزز كده واقعد اتفرج على الارت ورك بتاع الفيلم يعني ماشي. بعد كده دخلت كليه ايه؟ كنت عايز ادخل فنون جميله هو انا في دماغي بص اقول لك حاجه يعني كان في دماغي ان انا كنت عايز ادخل اما حاسبات ومعلومات كان جارنا كان دخل حاسبات ومعلومات كان يعني هو الرول موديل بتاعي حاجه كده تحس ان هو يعني مش عارف حسيت له هو ايه قدوه كده اللي هو ناجح مش اول واحد شفته معاه ايفون كان 2006 او 2000 عارف حاجه كده كبيره يعني توكلنا على الله فاهمني. فعايز اطلع زي الراجل ده كنت هدخل حاسبات ومعلومات فالمجموع ما جابش وانا دخلت قدرات لا القدرات اللي هي تبع الامتحان الثانوي الامتحانات الثانويه كنت انا لوحدي انا اللي بمتحن لوحدي تقريبا في مش تقريبا هو انا اللي كنت بمتحن لوحدي انا اسمي في الكشف كده هو بس نفر حتى انا لما كنت رايح المدرسه كان اللي هو الغفير اللي بيوقف على المدرسه كده بيقول للمدرسين اللي هو فين في الدور جه هو واحد بس اللي هو جه طبعا ايه وهم بيهزروا معايا حضرتك تحب تمتحن جوه ولا تمتحن بره ولا في الحوش ولا عيش بقى فهو اللي كانت بتراقب عليا مدرسه رسم فاهمني. فانا قلت انا امتياز بقى يا معلم طبعا خدت غير اللائق لا والله والله. انت عارف انا في ثانوي كانت برضه مدرسه الرسم دي كانت هي اللي بتزوغني من كل الحصص كنت بقعد عندها ارسم على الديسك كله اقعد ارسم وبتاع وهي كانت تحبني جدا كنت احبها جدا انا كان نفس الموضوع كانت مدرسه الرسم عندي اسمها قمر انا كان اسمها ليلى تقريبا كانت تيجي تقول لي تديني سلسله كده ارسمها لي مش عارف ايه
مخلي الاتنشن كله عليا في الفصل وحاجه. ايوه لا انا جيت في اختبار الفنون، ما اعرفش ليه اصحابي كلهم دخلوا اختبار الفنون ده وهم معايا كلهم فشله بشكل بشع يعني. فرسمت لهم وطبعا كلهم معتمدين ان انا ارسم لهم، وانا تقريبا انا واثنين اللي سقطنا مع ان انا راسم اللجنه كلها يعني، ما فيش حد راسم غيري يعني فاهم. هو بص هو تقريبا اللي بيعلم هو يعني ما اعرفش ايه الميكانيزم اللي شغال عليه. انا اللي في خيالي جه ان هو حس ان انا اللي مغششهم كلهم، لان انا اديت برضه رحتي سيكا زياده كده، فقال هو ده اللي مغشش. طب اهو يعني طب تعالى. ايوه اصلا اللي كانت بتراقب عليا مدرسه رسم، وكانت تيجي تقول لي لا ده احط مش عارف ايه هنا وبتاع، وكانت هتعيط من جمال الرسم اصلا. واخدت غير طبعا اصلا مجموع ما جابش فنون. ما جبت كام؟ سنه ثانيه جبت 86.5 وكان فاشل. كان اكتر يوم اسود في حياتي بصراحه. لو انا انت عارف بعد يعني انت عارف جاء يعني مشهد كده من 10 سنين قدام ان انا قاعد على الرصيف كده مش لاقي شغل وعمال ادور مش انا بشحت خلاص. مش لاقي شغل وبتاع. ما دي لعنه الشطار يعني. انا كنت جايب 64 وكنت بحتفل عادي يعني عادي جدا يعني. لا ما هو سنه ثالثه انا مش فاكر جبت كام بصراحه. رميتها بقى بالظبط اللي هو مفيش خلاص انا هدخل اي كليه انا مش زي ما تطلع مش لا انا برضه مش في دماغي حاجه. انا كان عندي طموح يا ابني. انا كتبت في اسمها ايه عارف الورقه كان عندنا ورقه كده فيها ستيكر كده بتقعد الرغبات بقى. طبعا كل كليات انا اول حاجه كتبتها فنون جميله بفرعها، وبعدين بقى قلت الورقه فاضيه جدا، ما 64 دي مش بتروحش اي حته يعني مفيش اي اوبشنز في الحقيقه. قمت كاتب طب كله وهندسه ماشي علوم براحتي والله العظيم. خدمه اجتماعيه كانت الرغبه 29 و 30 وهم اللي جم طبعا يعني قال لي يعني هو الراجل قاعد يضحك قال لي طب تعالى ما كنت ساعات بتريق يعني بهزر مع والدتي كده، لا هي هتلاقي مش بتلاقيني بذاكر، فادخل على الاوضه فلا والله انا مش انا متحير مش عارف ادخل طب ولا هندسه ولا فاهم راح يعني شبشب على الطريق بالظبط. لا كانت نفس برضه صراحه. دخلت تجاره ماشي طبعا. بدايه ما دخلت كليه بقى قعدت شويه في البيت طبعا يعني هي اول سنه هي اول سنه بس انا رحت محاضرات وعايزه برضه يعني جو جديد لسه ما اعرفش انت عايز اكتشف العالم ده فاهمني. بعديها بقى ما عدتش بروح بذاكر في الايام الاخيره اللي في الامتحانات وكده قبلها بشهر كده تبدا تلملم. وبدات ابحث عن شغل بقى فاهمني اللي هو اشتغلت بدات ابحث عن اي حاجه بقى ويتر بتاع عارف انت الحوارات دي بقى فاهمني عايز اجيب عارف عايز اعيش حياتي فاهمني. بعد كده فاكر جارنا اللي كلمتك عنه ان هو منبهر بيه كان برضه بيكتب قدامي كده بطريقه سريعه، فعرفت منه ان في حاجه اسمها تايبنج. انا كنت بتعلمها في من اول ثانوي لحد جامعه اتعلمت التايبنج ده، فكنت بكتب بسرعه قوي فاخدتها منه يعني المهاره دي. فمن ضمن الحاجات اللي انا اشتغلت في بني سرايات كتايبست بكتب رسائل جامعات والعارف انت مكتبه وبتاع الله والله جنب الجامعه على طول فاهمني. كنت القاهره جامعه القاهره ماشي. فبرسم ايه بكتب رسائل جامعات ملازم مش عارف ايه وبتاع. وكنت لما اجي ارسم حاجه اعمل لها سكان، كان في سكانر هناك بتاع. فالمهم كان في ايفنت عندنا في الجامعه اسمه عدد مصممين. ماشي اسمه عدد مصممين. هو ده نفس الجروب اللي على الفيسبوك ولا والله ما اعرف ماشي مش عارف ماشي. فالمهم هي اختي بعتت لي اللينك كده على الفيس فبتقول لي ما تروح تجرب. قلت لها بيتكلموا على التصوير وعلى الجرافيك ديزاين ده مش دماغي اصلا وانا ما اعرفش ان المجال ده في مصر خالص. انا في دماغي ان هو ايه ان انا هسافر بره ان انا عايز اخلص واسافر بره فاهمني. بس انا يعني حاليا ما اعرفش اعمل ايه فبشتغل اي حاجه فاهمني. فرحت قلت اروح رحت اول محاضره كان مين اللي بيدي بقى استاذ محمد رجب كان بيتكلم على تصميم الجرافيك وشغله على الكتب. دخلت انبهارات فما شاء الله انا ايه ده هنا ممكن وفي هنا كده ولا ايه الحاجات دي ممكن اعمل حاجه وتطبع واشوفها والناس تشتريها وكده فكانت حاجه حلوه.
المهم ايه بعد كده قال لك في بريك وهنطلع وهيبقى في مش عارف استاذ مين هيتكلمنا عن لبت في محمد رجب. يعني انا كلمته بصراحه بعد حضرتك انا عايز ادخل المجال وبتاع وجديد وكده، بس طبعا كان في زحمه ومدرج وبتاع فما خدت يعني ما اتكلمتش معاه كتير. المهم قال لك في بريك، استاذ مش عارف مين هيجي بيتكلم على التصوير وبعديها اتكلم عن الجرافيك ديزاين او حاجه زي كده حد تاني. فالمهم وانا طالع كده مش مكاني وانا مش هستفاد وبتاع، فانا قلت انا هروح امر الله، حتى جبت درينك كده ورحت راجع تاني. ماشي. قعدت جنب 2 بقى هم محور الفيصل في حياتي يعني. لا والله. قعدت ده رزق والله يعني ماشي. قعدت جنب 2 كريم وهيثم هم اصحابي لحد دلوقتي يعني. عندي على الفيس. بصيت قدامي لقيت في ناس فاتحه لابتوبات وموديل شيت وكاركترز. انت معاك العصير. فايه ده في ايه ده هو ده بجد يا جدعان. انا عايز من ده. بتدوس انتر بقى ولا تدوس ايه يا كابتن؟ فاهمني؟ والناس عماله تدرس بقى مانجا وانمي والكلام على الله. ففي حاجات كده شدتني، هو طبعا مش قوي فاهمني. المهم يعني كانت قعده ظريفه يعني. ضفت كريم وهيثم عندي على الفيس. المهم ايه روحت لقيت كريم شاير حاجه كده يقول لك رسمه الاسبوع الثاني، كان جروب ارسم لسه 5 بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فاهمني؟ ده من زمان قوي. كان من 2014. كان جروب ارسم لسه 5 كان الجروب الثاني الاسبوع الثاني كان مش عارف اسبوع بطوط تقريبا حاجه زي كده. فبقول لك ايه هو مشار رسمته، فانا عرفت الجروب منه. خدت بالك؟ ادي يا معلم ادي الجروب. دخلنا الجروب جوين. رحت داخل الجروب. حتى انا فاكر كان معايا تابلت كده سامسونج معفن، فرحت رسم رسمه كده والله العظيم تقريبا شلتها. حمزه ما الوجه يعني كده عشان محدش يشوفها يعني. لا اصلا ايه هي مش رسمه، انا عايز فاهمني عايز افهم ايه ده. عارف هو مش جروب هو كان عباره عن زي جروب واتساب كده اللي هو كان 5 6 كان شو صغيرين قوي. فبقول لهم حاجه كده على السريع. عارف انت الحوارات دي. نزلت رسمه كده مش عارف بطوط. المهم عرفت بقى ايه جروب ارسم من كريم. خدت بالك؟ فوالدي طبعا في السعوديه، فقلت له بقول لك ايه انا عايز تابلت. ابعت حاجه. عارف لوجو واكم ده؟ انا لو لقيت اقول لك ايه لو واخذ اي حاجه عليها لوجو واكم ده كنت بصها. هشتريها. انا عايز واكم ده. عارف انت لما تبقى عايز حاجه وعمال تتفرج على ريفيوهات عليها على اليوتيوب والقعده بتاعت القلم دي عارف بحلم بيها. انا هبقى فنان لو جبت البتاع ده يعني. ده اللي ناقصني عشان ابقى فنان. المهم ايه انا فاكر رد فعل اللي هو يا عم بتابلت ايه وبتاع ايه، بس هو الحمد لله جابه يعني. ماشي. في اجازه نص السنه. سيطر انت لا يعني كل شويه اقول له تتخيل ما جبتليش التابلت كان زماني شغال بقى كاشير. كنت لسه بكتب رسائل لحد دلوقتي. فالمهم جاب لي التابلت الحمد لله. انا فاكر اول رسمه كنت راسمها كان في جروب برضو يعني. بص من ساعه ما بدات جروب ارسم وانا بدات اضيف فنانين من مصر، فعرفت من خلالهم جروبات تانية بتوسع الكونكشنز. بالظبط. فعرفت جروب برضو تاني كاريكاتير كان مش عارف كان اسمه كاريكاتيرون ولا حاجه كده. كاريكاتوراما حاجه زي كده. كانت كاريكاتير. فكنت بتفرج برضو بتفرج على اي حد تايم لابس بيشتغل على ديجيتال بيندنج، فكان بيجي تحت ايدي فيديوهات كاريكاتير. فكنت بتفرج عليه يعني. انا مش معايا تابلت بس بتفرج اشوف الناس دي بترسم ازاي. اول ما التابلت جالي حاجه بقى كده فظيعه. حتى نزلت بوست كده يا جماعه انا جالي التابلت الساعه وكده. تخرب يعني بالاخر اللي فيه حاجه يسيبها عشان كان الناس بقى الف مبروك وبتاع وكده. حطيته بقى على الكمبيوتر القديم بتاعي طرقع. لا انا داخل متوقع ان انا هعمل نفس الكواليتي اللي بتطلع دي. طبعا انا بقى خلاص انا معايا التابلت فاهمني. زي ما بتتعلم سواقه على لامبورجيني. انت متخيل انها تبقى مايكل شوماخر. برسم كان بيرسموا سميرة سعيد على الجروب. انا فاكر حتى الرسمه لحد دلوقتي عندي. رحت منزل البتاع. انا كنت بشوف الرسامين الكاريكاتير بيعملوا اللوحه كلها برتقاني كده ويفضل يرسم بعد كده يحط الحاجات دي. ماشي. رحت انا عامل زيه. مش عارف
انا مش عارف هم بيعملوا كده ليه. المهم انا بمسك القلم لقيت المؤشر انت يا عم اللي فوق. بجد والله يعني بتلقائي كده قلت احيي بصوت حزقوم. انا لبست فين يا عم الشغل؟ انا الحاجه بترقص قدامي وانا مش عارف املكها كده. انا مفكر اللي هو ايه، هرسم زي الورق والقلم. طلع انك انت قبل ما تلمس البتاع بيتحرك اصلا قبل ما تلمسه. فالموضوع عندي كان رعب بقى، بانيك. فبدات يعني ارسم مع الجروب، ارسم الشخصيات اللي هم بينزلوها. برسم فان ارت. في الاول خالص كنت برسم حاجات على ورق عادي واعمل لها سكان او اصور الحاجه والونها على الفوتوشوب. خدت بالك؟ كان بص حاجه بدايه جدا، اللي هو انا اصلا مش عارف اعمل لاين ارت ولا كنت بعمل فان ارت. بعد كده اتطورت شويه ان انا الون. كنت برسم الكاركترات دماغها كبيره قوي وحجمها، يعني عارف الكونفرت زون بتاعنا برسم وشوش بس، فالحجم انا مش عارف بلم بقى اي حاجه، بلم التفاصيل اناتومي الكاركترات كلها ايديها ورا ظهرها، مفيش صوابع لسه هرسم صوابع. انا الناس مش هتبص على الوش بتاع. كنت بقدر الامكان عايز اطلع حاجه انترستنج بقدر الامكان يعني كشكل مش عارف ايه. مش عايز ارسم ذاكرت من حته معينه ولا هو بس كنت بتتفرج وتطبق تتفرج؟ هقول لك انا ايه اللي حصل. انت عارف انا بدعبس كتير قوي على الكورسات بتاع. المهم وقف تحت ايدي تورنت كده حوالي 155 جيجا دروس كورسات بقى، سكيل شير وسكوليزم في كان فنان اسمه دار كان عامل كورسات كده. قلت هو ده انا عايز ده. فاهمني؟ طبعا ايام النت كان ساعتها كان 155 جيجا لسه بتعمل داونلود لحد النهارده 256 وعارف انت ده زمان بقى. فرحت بعت لوالدي قلت له بقول لك ايه، انا عايز التورنت ده حمله لي من السعوديه وانت جاي هات لي الفايلات دي على هارد كده وبتاع. وهو نازل جاب نص. والله كويس انه بيسمع كلامك والله. يعني لو قال لي نزل لي تور انت هشتمه والله. جاب لي نص الحاجات طبعا ما اعرفش، بس هو الحاجات ما كانتش كامله، بس ايه كان في بدات اول خطوه ان انا اتعلم بقى اتعلم الديجيتال بيندنج بقى من اصلا الحاجات اللي بتيجي على اليوتيوب دي حاجات قشور. فاهمني؟ هو ازاي تفتح البرنامج، ازاي مش عارف ايه يعني. كانت ساعتها، دلوقتي بيبقى في حاجات تانية. بس لما تدخل بقى كورس، عارف انت لما فرق ما بين دسم شويه. هو بيكلمك في الاساسيات. فاهمني؟ بيعرفك المعلومه فعلا. عامل زي كانك مدرس وبتاخد عنده درس خصوصي. درس طبعا هتلاقيه مركز معاك وبيفهمك معرفك الحاجه هو هيشتغل ازاي وبتاع. انا في الفتره دي بقى شفت كورسات بالهبل وتايم لابسز. عارف انا يعني كنت الحاجات عندي على الموبايل وعلى الكمبيوتر وقبل ما انام شغال ليل نهار. طب يبقى حط لنا اهم لينكات كده اتعلمت منها كده، اهم لينكات للدروس دي حتى بحطها لنا في الحلقه كده. تمام. انا في الفتره دي اتفرجت على تايم لابسز لدرجه ان انا ايه لما اجي اشتغل عارف بشتغل بسلو موشن. حاسس ان انا حاسس في حاجه غلط. عارف هو بيعمل كليكات وانت عايز تشوف هو بيعمل ايه كتير بقى طول اليوم. فلما تيجي تشتغل انت بطء السنين. فاهمني؟ عارف انت ايوه طبعا الحوار ده. دخلت بقى على ايه جروب اسمه ديلي سبيد بينت. ماشي. ديلي سبيد بينت ده فكرته ان هو الادمن بينزل من 3 مواضيع ل 4. وهو الجروب ده قديم من 2013 كده، وكان عليه فطاحل يعني الناس. هي فكرته حلوه جدا. الادمن بينزل، انا ما اعرفش هو الادمن ده ارتست ولا، بس هو انا بحييه بصراحه بقى له كل السنين دي كل يوم شغال عادي جدا. كل يوم بينزل 3-4 سبجكت. ده لحد النهارده؟ بس انا يعني خلاص بقى خلعت. لا هو اجازه مش اجازه، هو شغال. الراجل ده ما اعرفش يعني ربنا. هو تلاقي في اكيد كذا ادمن ولا مش معقول نفر واحد هيقدر يستحمل ده كله. انا ما شفتش غيره بصراحه. بس قديم خالص. لما كان عليه الفنانين اللي بقول لك عليهم دول كان في كذا ادمن، لكن هو في ادمن كده ولحد دلوقتي هو اللي بينزل المواضيع دي. هو بيديك من 3 مواضيع ل 4 كل يوم، والناس ترسمهم لمده نص ساعه في تايم ليميت كده. فكنت
كنت بدخل اهبل برضه، انا ما فيش حد عارفني هناك وبحاول ايه جيت بس انت انك تألقت في البتاع ده. ما انا هقول لك ايه اللي حصل. عايز جيت اتنشن من الاجانب وكده. انا عارف اللي هو ايه الحلاوه دي، بس من الفنانين المصريين. بس انا لما حد فنانين اجانب وبتاع يعلقوا عنك وكده موضوع مختلف شويه. المهم ايه، عارف الموضوع بيتكتب، انا يعني بعمل كونسبت ليه زي ما هو كده، فلقيت الموضوع مش جايب وانت قدامك نص ساعه، فقلت لا في حل تاني. فافكر في يعني غير المايند سيت بتاعتي للكلام اللي مكتوب. لحد في موضوع كان اسمه لونلي تري لا شجره وحيده. الناس كلها بترسم شجره في غابه مش عارف. رحت انا راسم ايه بقى يا معلم؟ عارف انت الفواحه الشجره كده، رحت راسمها قاعده على العربيه. الناس كلها لايكس بقى الفكره صحيحه. يخرب بيتي. قلت بس هو ده انا هو ده اللي انا هشتغل عليه. بقيت بشتغل ايه دبل مينينج بلعب بالكلمات، حاجات الناس تريدت ليها او حاجات نوستالجيا. عارف يعني عايز انزل حاجه يعني تلمس مع الناس، فاهمني؟ مش مجرد كونسبت اصلا عارف ان انا هنزل مهما كان الحاجه مش هتبقى جميله قوي في نص ساعه، فاهمني؟ وحتى لو هجمل حاجه هشتغل في اوبجكت صغير جدا، فاهمني؟ صح. فمن ساعتها بقى وانا بشتغل على الفكره. يعني كنت بقعد مثلا 4 ساعات عشان فكره بس، وبقعد مثلا اعمل بروفا بحيث ان انا لما اجي ابدا نص ساعه اخلص فعلا في نص ساعه. وكنت ساعات بنزل تايم لابس 30 دقيقه بحيث ان الناس تفهم ان هي نص ساعه فعلا. هي نص ساعه فعلا، فاهمني؟ من هنا بقى ابتديت ان انا اسرع الورك فلو بتاعي. طبعا انت نص ساعه دي بتزنقك فبتضطر. فبص بقى يا معلم، اي شورت كات كنت بحفظه، لو في عارف انا فاهمني؟ دي حاجه حلوه جدا في الرسم الكبسريه دي، حاجه خارقه يعني. فاي شورت كات، وكنت اي كاستم برش، اي حاجه بتسرع الورك فلو بتاعي كنت بتعلمها من على اليوتيوب، من على الكورسات اللي انا منزلها بتاع. بعد كده اتعرفت على مواقع كده بينزل. وانت ساعتها كان الستايل بتاعك النط اللي هو نطها دي، يعني انا فاكر شغلك زمان وبعدين فاكر شغلك في مره واحده كده بقى في كونسبت وبقى في كاركتر ديزاين كده بتعمله معين بتاعك. جبته منين ده وعملته ازاي ولا ايه اللي حصل في الفتره دي؟ ما هو من اللخبطه، عارف انت، من الغلطات الكتيره. وبعدت اصل الديزاين بقى حلو يعني. الاول ما انت كنت بالديجيتال بينت حلو عادي مفيش مشكله، بس انت مره واحده الديزاين نفسه بقى حلو. ما بص هقول لك حاجه، انا لما اشتغلت لما كنت بشتغل على الجروب بتاع سبيد بينت، كان بيهمني الفكره. لما دخلت بقى في سوق العمل قال لك لا، يعني لازم ارجع للاساسيات، الاناتومي بقى، برسبكتيف، الحاجات دي بقى ما كنتش بركز عليها قوي. يعني انت عارف انا زمان خالص لما كنت بتعلم فوتوشوب كنت برسم برضو، نسيت اقول لك، كنت برسم بفلاش. كان عاجبني قوي. بدات اشتغلت بفلاش، كان عاجبني قوي قوي قوي. عارف لا انت تعمل لاين بعد كده تروح ماسكه من النص الثاني. عارف كنت برسم كنت برسم انا بالحركه دي على طول. كنت برسم سابق ولاحق. السابق ده كنت برسم النضاره بتاعته في البرسبكتيف في عدسه، يعني عين تحس انها بعيده شويه عن مش عارف ايه، فكان ابهار بالنسبه لي. انا فاهم برسبكتيف بس انا مش فاهم، ما درستوش. انا بقى بمارسه بس مش فاهم. فاهمني؟ فهو الموضوع جه كده، اللي هو ايه، انت عارف الحاجه بس ما فيش حد اداها لك. يعني انا مش اكاديمي مثلا، ما خدتش كورس او بتاع. فهي جت بقى من كده ان انا نزلت كورسات، اتعلمت بقى الاساسيات. يعني برسبكتيف، ليه البرسبكتيف بيدرس ليه اصلا، لازمته ايه اصلا؟ الاناتومي، ان كل حاجه لازم تترسم في الفراغ، لازم يبقى ليها برضه كورسات يوتيوب وبتاع ولا لا؟ حد بقى حاجات تورنت، بتبقى حاجات تورنتات. ماشي. بس تورنت بقى صعب دلوقتي، ما بقاش فيه تورنت. لا في بس حاجه الليجل بصراحه. انا بدات اقل منها لان طبعا الحاجه اللي انا ما بعرفش، حاجه اللي بتستحق فيها بشتريها يعني. بس ده لما مؤخرا لما كبرت ممكن احنا صغيرين ما كناش عارفين الكلام ده، صح؟ يعني حتى انا فاكر ان في فنان اسمه أليكس نيجريا في الكورس بتاعه. يا جماعه انا بشكركم على شراء الكورس ده، وانا عارف ان في ناس كتير هتجيبه تورنت وانا مسامح عادي. هو كان واقع فعلا. فاهمني؟ لا بس انا بقول لك الموقع ده هو متخصص كده.
هو كله تورنت يعني الحاجه بتنزل كده، بس هو مش كل حاجه يعني. بعديها بكام يوم تلاقيها نازله في الموقع ده فور فري يعني. بس ساعات يقول لك دونيت، فدونيت ايه يعني؟ انت اصلا حرام يسكت. دونيت انا اصلا جاي لك عشان مش عايز ادفع فلوس، فاهمني؟ فبس يعني عرفت ورك فلو كتير جدا، كورسات كتير جدا. في جروب ارسم بقى عرفت يعني ستايل، بيبقى في ناس بتنزل كونسبتات عاديه، بس في كذا فنان منهم زي مثلا ماكسي جريك لقيته بينزل حاجات ليه ورك فلو خاص، بيرسم بشيب معين، ليه طريقه حتى بيرسم بجري سكيل، بعد كده بيحاول عارف انت الطريقه اللي هو رماديات، بعد كده يحط الالوان عليها. من هنا بقى يعني عرفت ان ان لكل فنان ليه الستايل بتاعه. برضو تان اللي هو الماليزي ده، ده على جروب ارسم الناس دي؟ لا، على سبيد بينت ماشي. فاهمني؟ بص انا كنت هنا وهنا فاهمني؟ واضح ان يعني لميت معلوماتك كلها من يعني كل يعني في الفتره دي كان كل البورتفوليو بتاعي يا اما فان ارت، يا اما ميمز، يا اما حاجات سبيد بينت. ما كانتش حاجات بقى اللي هو ايه كونسبت قاعد عليه شهر 3-4 شهور وبتاع، كنت ملقط كده. فاهمني؟ انت بقى مؤمن اصلا ان في حوار اسمه موهبه ولا مفيش؟ موهبه، بص هو الموهبه لوحدها ما تنفعش، والشغل هي موجوده اصلا. هي ممكن يعني انا مثلا كنت بكلم والدتي في الموضوع ده، هي بتقول لي كان مثلا اخو جدك كان بيبقى رسيم قوي، فكان بيعرف يرسم ومشهور عن الحته دي، فكانت بتقول لي ممكن اصلا كنت بكلمها في موضوع ان هل فعلا الحاجه دي يعني انا عندي الموهبه دي، ولا انا عشان حبيت الرسم وكنت متعلق بالمجله. انت مش هتحبه اذا كنت موهوب برضه. فاهمني؟ مش عارف يعني. ماشي. لا بس انا من رايي الموهبه لوحدها ما لازم هارد وورك، لازم تبحث، ولازم تتعب شويه. الارت فيه ستراجلز كتير جدا. الموهبه لوحدها هتيجي عند سام بوينت كده هتوصلك ليفل، لكن مش الليفل الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس حد. بس يعني في اشخاص كده نادرين زي مثلا كيم جونج جي ده. هو في 16 سنه كان بيرسم كوميكس، اصلا ما فيش حد بيعرف يرسمها لحد دلوقتي. يعني ستايل بجد والله، حاجات كده انا عارفه. فظيع يعني. بيعمل برسبكتيف بعينيه بس. وهو كان فهي دي، بص هو موهبه مع حب مع يعني ممارسه. هو لو ما مارسش ما كانش وصل للحته دي. وصلنا لايه؟ وصلنا انك كنت البورتفوليو بتاعك كان كله ميمز ان نرجع بقى لجروب ارسم. جروب ارسم برضو من الجروبات اللي ليها فضل عليا، ان انا كلنا ان انا اتشهر يعني، او اتعرف في الكوميونتي يعني. برضو كنت برسم فان ارت وحاجات كده مش جايبها مع الناس، فبدات اعمل حاجات ريليت مع الناس. هعمل ايه؟ ميمز من افلام ليها علاقه هو جروب ارسم للناس اللي مش عارفه ان هو كل اسبوع بيبقى الادمن بينزل شخصيه الناس كلها ترسمها الاسبوع ده. ففضلت ارسم فان ارت حاجات كده اللي هو عادي، لحد ما بدات احط ميمز على اجيب حاجات مثلا كوميكس مثلا من مسلسلات او افلام، ادخلها في حاجه تريليت مع الكاركتر اللي انا برسمه. يعني مثلا عايز اقول لك، عارف انت الجاسوسات توتالي سبايس؟ كانوا هم 3 بنات وفي بنت رابعه كده، رحت انا جايب اللي هو المشهد بتاع الحاج متولي 3 على 1 يا دوب 4 على 1 نزل الجروب بقى لايكس فاهمني؟ فكنت في الاول يعني بهتم بالفكره، بعد كده قلت لا انا عارفه انا عايز ابقى ارت، مش عايز لا طمعت برضه انا عايز يعني عايز الناس تشير يعني فكره وكرسم، فاهمني؟ ان انا انا بعمل فكره كويسه بس مادي عليها رسم نظيف في عليها رسم حلو. كل ده كنت بدات تشتغل في حاجه في الرسم ولا كان لسه؟ بص هو كان في نص الرحله دي ما كنتش لسه اشتغلت. ماشي. يعني 2015 كده كان. وانت كنت بتسوق لنفسك بس في ارسم وفي الفيسبوك وما فيش بيهنس، ما فيش الكلام ده؟ هقول لك من ضمن الحاجات اللي يعني عملتها لنفسي ان انا خليت اسمي بالعربي محمد بركه، بحيث الناس تبص عليه تلقطه على طول، اللي هو مش محمد بركات محمد، عارف انت؟ من ضمن الحاجات انا بحاول يعني انت كنت مظبط الاكونت بتاعك للسوشيال ميديا اكتر من للرسم. بالظبط، اللي هو حتى برضو حطيت بروفايل بيكتشر رسمه ليا، بحيث الناس من الايقونه او من البروفايل بيكتشر
يهيئ نفسه انه هيشوف حاجه هلس، فاهمني؟ حاجه كوميديا. دي طباع رسمه، انا بعمل كده برضو من ضمن الحاجات اللي كنت شايفها كان في الورك فلو، فنان كان شغال كده، كان بيعمل حاجه في الادجستمنت لاير، كان بيغير لون الاسود اللي يخليه ازرق تنت كده، ازرق كده. فكنت بعمل الحركه دي عشان ايه؟ الناس تفهم ان الكوميكس ده من انا، يعني الناس كانت بتعمل كوميكس ابيض واسود، انا كنت بديله تنت ازرق كده بحيث انه ايه يفهم الحاجه دي كوميديه، يفهم الحاجه دي انها كوميدي ومش حاجه سيريس يعني، وانها والحاجه دي مني. تمام. نرجع بقى 2015 كان والدي بعت لي زياره ان انا اقعد هناك معاه في السعوديه، بحيث ادور على شغل. كنت لسه ما الحاجات دي، كل الحاجات دي كنت بدور يعني يعني الناس عارفاني وكل حاجه بس لسه ما اشتغلتش. انا كنت بتفرج على حلقه احمد عمر معاك، كان بيتكلم عن ان كان في فنان قال له انت شغلك كويس بس انت لازم تعمل بورتفوليو. هو تقريبا ده اللي عمله معايا. كنت انا في السعوديه بقى لما رحت لوالدي في السعوديه، كان 2015 كده. فالمهم قعدنا نتكلم مع سكايب كده، قال لي انت لازم تعمل بورتفوليو وحتى اداني البورتفوليو بتاعه السي في ومش عارف ايش تجيب شغل تفهم الدنيا عامله ايه. فاهمني. فالمهم قعدت 3 شهور هناك بحيث ان انا ادور على شغل. رحت كام مكان كده، يعني هم ما قبلوش الوظيفه. انا هم عايزين حد ديزاينر مش رسام، فاهمني. انا بص، انا الراجل اللي هو كان بيعمل معايا انترفيو كان هو صاحب الاستوديو اصلا، هو منبهر، بس هو بيقول لي انت مستخدم جيد بس مش مش هتمشي معانا، مش هتمشي معانا. يعني حتى مثلا ايه، هو عارف موضوع ان انا بكتب بسرعه فعايز يتاكد، فكتبت قدامه شغال فاهمني اللي هو ايه. فهو من كلامه انه ايه، حتى كمان اداني اوفر ضعيف كده، وان انا هنزل مصر كل سنتين ليا تذكره، فحاجه عايزين احلى حاجه فاهمني. فكان في واحد معرف والدي، كان برضو كان ماسك مكاتب ومكاتب تصوير زي بين السرايات كده في السعوديه، في منطقه اسمها المحمديه. رحت اشتغلت معاه شويه. بتكتب بقى؟ يعني كان برضو بيقول لي في هنا بيحتاجوا خطاطين وكده، لو انت ليك في الخط. عارف ان انا خطي كويس وبتاع، فاشتغلت كده عارف حاجه ما مشي حالك يمشي، اللي هو اللي هو بصور مش عارف ايه، بكتب، فاهمني. حتى بقى كان بيطلب مني تصميمات مش عارف غلاف بتاع ملزمه بتاع، عارف حاجات لسه بدخل في المجال، فاهمني. المهم قعدت 3 شهور والدنيا ما كانش احسن حاجه، ونزلت في استوديو اسمه في بنتين كده ماسكين استوديو، بعتوا لي ان عايزينك انك تشتغل معانا، وانا اشتغل في جيم من بيهانس ولا جابوك منين؟ لا من الصفحه بتاعت على الفيس. انا كنت عامل صفحه غير الاكونت. كانها بيزنس يعني. كنت عامل صفحه كده، بس انا بقالي كتير ما نزلتش عليها وكده فكانت عليها الشغل بتاعي اللي هو بيدخل ما فيش بوستات، هي كلها شغل وبتاع. فهم قالوا لي احنا عايزينك تشتغل معانا، فنشتغل في جيم وبتاع. وجي سوات بقى اسمها ايه، اسمها بركه. هم غيروها بعد كده عشان مش عارف، حسوا الموضوع انهم ما اعرفش مش عايزين اسم عربي، عايزين اسم اجنبي عشان تحس انه اسم اسلامي قوي، فاهمني. ما اعرفش يعني، هو اسباب كتير فغيروها بكره. احنا في مصر اصلا بنسمي اجنبي اكتر ما بنسمي عربي، فغيروا اللوجو لبكره. مش بعيده برضه. فالمهم قعدت معاهم، كان ده فتره حوالي 6 شهور كده. اشتغلت معاهم في جيم، حاجه بسيطه كده، ستارت اب. هم كان اصلا استوديو، كان هم كلهم بنات، انا الوحيد الولد اللي فيهم. بعد كده جه كذا فنان معايا. كنت شغال على الارت وورك بتاع جيم تعليميه كده، الكويت تقريبا، مش فاكر. المهم كنت هم كانوا فنانين ولا هم فنانين ويعلموك؟ لا يعني مش تعليم، بس هم انا كنت جاهز للشغل، فاهمني. انا الحمد لله انا اديت يعني، فاهمني. هو لو كان في حاجه تعديلات، اللي هو تعديلات مش جوهريه، او انا مش نافع في الشغلانه دي. المهم قعدت حوالي 9 شهور كده او 8 شهور، ومشيت. تمام. بس عملت سنة CV كده.
انا لحد دلوقتي والله بجد انا عملت باك جراوندز، انا لحد دلوقتي يعني لو بصيت لها دلوقتي مش متأزم منها. كنت برسم اللي هو كان كاركتر كده اسمه زعتر، كان كاركتر فضائي وجاي مش عارف ايه، وكنت برسم من جوه المكوك. انا عن نفسي بحب برسم الحاجات اللي هي الجلوي اللي فيها لايتنج، فكنت بعرف مرشق الحاجات دي زراير وبتاع، فكنت بحب انا الحاجات دي. بعد ما مشيت كان مش عارف انا اللي كلمت يوسف تلباني ولا يوسف تلباني اللي كلمني، مش فاكر. المهم كنت اشتغل في امبريلا. ماشي. فالمهم ايه، هو كان باعت لي تيست كده، مش تيست، هو كان عايز يعمل معايا شغل بحيث يشوف الدنيا تمشي وبتاع. هم كان شغال موشن جرافيك بس حاجات فيكتور ارت وبتاع بعيد عنك خالص. ف كنت انا هشتغل يعني في الوقت ده كنت عامل انترفيو في حد برضو كلمني، كنت اشتغل في الفيلم الفارس والاميره. عارفه اللي هو لسه نازل من قريب ده. فالمهم فيلم كده كان شغالين عليه من زمان، كنت انا هاجي اقفل شغل بتاع ناس، كان شغل باك جراوند، وانا هاجي انت عارف انك باك جراوند منين؟ من البوستات اللي بتنزلها ولا من؟ لا، ما هو كان طالب مني كده يعني، هو بس هو اكيد كان في البورتفوليو في حاجات تدل ان انا اعرف سارح ناحيه الباك جراوند. فهو كان برضه عايز يتست معايا الموضوع ده. فلقيت الموضوع اوفر قوي بصراحه. الموضوع الفيلم ده كبير عليك مثلا. فاهمني. يعني دخلت الاستوديو بصراحه لقيته شغال على ويندوز اكس بي وحاجات قديمه قوي كده. فحسيت ان هو انت ما انبسطتش اصلا من الفيلم. هو في الانترفيو بعد ما خلصت مع الراجل لقيته بيكلمني، لقيت يوسف التلباني بيكلمني بيقول لي الناس موافقه خلاص انك تيجي وبتاع. قلت له السلام عليكم. ماشي، انا جالي شغل تاني مثلا ما عطلكش ما كنتش مستريح للشغلانه. رحت بقى امبريلا. كان في ازمه في الاول خالص ان هم شغالين فيكتور ارت، وشغالين فيكتور ارت بالفوتوشوب يعني مش بالإليستريتور، عشان لما تيجي تدخل الفايلات على الافتر افكتس بتبقى الحاجات مش جروبد كده زي ما بتدخلها من على الفوتوشوب. حوار كده يعني. فقال لك لازم تعمل يا معلم فيكتور ارت على الفوتوشوب. فاهمني اللي هو ايه صعب. حاولت يعني، حتى قلت في ناس كانت شغاله الستريتور وبتحول على الفوتوشوب لفه كده. انا اصلا اول مره استخدم الستريتور وبتاع يعني عملت ما قلقتش يعني، اشتغلت عادي وما يعني هو الناس كانت لطيفه هناك قوي قوي يعني. فحتى الناس هناك لحد دلوقتي يعني هم تحس ان هم يوسف عسل، شخصيه عسل جدا. تحس انهم عيلتي بصراحه. انا في الفتره دي يعني بصراحه اول مره احس ان انا اول ما اتخانق من البيت بحس ان انا عايز اروح الشغل. هو كان الموضوع العكس، ان انا بتخانق عايز اروح. دي حاجه حلوه جدا انك تبقى حابب المكان وحابب الانفايرمنت، دي حاجه رائعه. فاهمني. فالمهم قعدت معاهم قد ايه؟ قعدت معاهم 3 سنين. حلو. فاهمني. حلو. بس في الاول خالص اسمه ده قالوا لا مش هينفع موضوع انا قلت لهم انا مش ماليش في الفيكتور ارت. فكنت بعمل ايه بقى يا معلم؟ كنت بقى بشتغل ديجيتال بينتنج بنفس الشيبس بتاعت بنفس الورك فلو بتاع الفلات الستريشن، بس مثلا بنكبر السايز، بنتحايل على الموضوع شويه، بنكبر السايز بتاع الفوتوشوب. ما يصغروا ما يحصلش لو هيحصل زوم ان او زوم اوت تبقى الدنيا تبقى الدنيا سهله شويه. مش عارف 2-3 قالوا هيغيروا الاسم تبقى تري. ماشي. ونقلنا. ماشي. فكانت اشتغلت بقى على شويه ديجيتال بيندنج، اي حاجه كانت ليها علاقه بالويب سايت الجديد بتاع او اي حاجه ليها علاقه بالاودينس على الفيسبوك او كنت بشتغلها مثلا كفر اي حاجه. مثلا كان في قال لك خبر ان احنا بقينا 104 مليون، حاجه زي كده. اي خبر مثلا رحت رسم واحد راكب فيسبوك عليه كوم كده ناس هم بينزلوها اي حاجه ترياكت مع الناس على السوشيال ميديا. وبعد كده اشتغلت موشن جرافيك ارتست. عارف انت موشن جرافيك اللي هو الكاركترات، عارف اللي بتتحرك كاتاوت كده. فاهمني. ديجيتال بينتنج والله. بس هو ده كان شغلي معاهم.
هو بص كان في جوه تري معاهم هايف ده الاستوديو 3 دي من ايام امبريلا يعني. هو كان معاهم في استوديو معاهم كان اسمه هايف. كنت انا بقى اكتر حاجه بحبها التاسكات اللي بتجيلي من هايف لانها حاجات فيها كونسبت وبتاع. انا فاكر ان اول حاجه اشتغلت معاهم كانت حاجه للهايف، كان بعمل كونسبت مش فاكر زريبه لخروف كده. كان حاجه كده لطيفه بصراحه. يعني الحمد لله انا فاكر ان الموضوع كان كبير عليا، او يعني ما حسيتش ان انا مش هقدر يعني 3 دي وبتاع. ساعتها كنت كام سنه؟ كان بدا يبقى عندك كام سنه؟ يعني قول مثلا 25 ماشي. فاهمني. كنت لسه في الاول خالص. حلو. بس فكنت بشتغل موشن جرافيك مع تري، وساعات بتجيلي تاسكات من هشام اللي هو هايف كونسبت مثلا كاركتر مش عارف ايه. الكاركتر بتاعت هايف انا الحمد لله انا اللي عامل لها ديزاين. بتجيلي حاجات كده حلوه فاهمني. ما كنتش بحب شغل اللي كان بيجيلي من تري اللي هو الموشن جرافيك، ان الكاركترات ده مش بتهتم بيها قوي لانها مش بتهتم بيها. هي فلاقيه محدوده. الانيميشن محدود والديدلاين محدود وفاهمني. تحس انه شغل تجاري اكتر ما منه فاهمني. وانت مسؤول عن الفيديو كله. مفيش حد بقى انت مثلا حد بيعمل الخلفيات وحد لا، ده هو كل واحد معاه فيديو بيعمل فيديو من اوله لاخره. فاهمني. فانت اللي عليك الستوري بورد والباك جراوند والتلوين فاهمني. في يعني لقيت لود عليا كده. بس كان يعني اكتر حاجه كنت بحبها كان بيجي لي مثلا تاسكات اللي هو ايه وقت فاضي كده ما تيجي نعمل كذا فاهمني. عارف انت بيرسونال بروجكت شويه بالظبط. حاجه تفرقع مع الجمهور ويبقى دمها خفيف كده وشكلها حلو وبتاع. عارف انت ميتال سلاج او حرب الخليج كانت دي تبعك. دي كانت حلوه قوي دي. كنت بتكلم مع يوسف التلباني على اللعبه وكنت بحبها ومش عارف. قال لي ما تيجي نعمل كذا 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 اكننا في مصر، كنا في عشوائيات وبتاع وعملنا البتاع دي. انا ما كنتش مصدق والله بجد انها تطلع. حتى انا كنت يعني في الاول كنت مسجل فيديو للبروسيس. اصلا لما بسجل حاجه الحاجه ما بتطلعش يعني 80% منها ما بتطلعش زي ما انا عايز. او بيبقى عندي تخوف كده ان انا اعمل حاجه غلط قدام الناس وايه ده اعمل الحلقه غلط انا لما باجي اسجل يعني بدخل يعني اول شويه كده بحس ان انا خايف، بس لما بنسى ان انا بصور بدخل بقى تاني في الكومفورت زون. تنسى وتعيش براحتك. ما تبقاش مشدود. بالظبط. بعد كده بعد ما خلصت مع تري بقى انا سبت تري لان انا اول مره بصراحه ان انا اسيب شركه وانا مش عارف اعمل ايه. بس انا حسيت ان انا في الكومفورت زون قوي. انا حابب ناس كتير جدا خلاص، فانت مش هتروح حته ابعد من كده. فحسيت ان انا بعمل حاجه عارف ان انا مش كارتستيك وايز. ما انا مش بروح ابعد. مش بتطور عايز اشوف حاجه تانية او عايز كانت ساعتها برضو كنت عايز اتعلم 3 دي او كده. فانا قلت هقعد في البيت بقى شويه زي شيفت كاريرز على الضيق بالظبط كده. يعني انا بجد والله ما كنتش عارف اعمل ايه. بس انا هغير الكومفورت زون بتاعتي ده. انا هكسرها اعمل حاجه تانية. انا مش مع اني كنت مستريح في المكان يعني. بالظبط. المهم قعدت في البيت اكتئبت طبعا. تاني يوم انا عايز انزل الشغل انا اللي عملته ده غلط. بالظبط كده اللي انا ايه. اصلا انا مش كنت قاعد في البيت اللي مع اهلي، كنت قاعد لوحدي. فانت لوحدك بترفس ما تستحملش يومين. كنت ساعات مثلا بشتغل او حاجه جات لي فريلانس او كده وانا مندمج ساعات بنسى صوتي. تخيل انت عارف ما اتكلمتش بالك يوم ونص انفرادي سجن انفرادي فاهمني. فما حبيتش الموضوع صعب جدا فاهمني. فالحمد لله ان في حد من استوديو اسمه كاجو اسمه ابراهيم كلمني قال لي عايزينك تشتغل معانا في معانا يعني. وكان معانا بيقول لي جايبين ناس كويسه معانا. الحاج سيد اول ما سمعت الحاج سيد طبعا الحاج سيد طبعا. بس رحت قلت له انا معاك يا معلم وبتاع انا اشتغلت. رحت هناك اشتغلت عنده كام سنه الحاج سيد؟ انا عندي فضول اعرف شكله حتى. انا عمري ما شفته. وهو رسام في مستوى
اكبر مني بسنتين. بس مستواه يعني هو جدا جدا بالزبط. يعني وعمره بيحط صورته وعمره ما تعرف هو مين يعني، ما تعرفوش انت فعلا ما تعرفوش. لذيذ. مسيري هجيبه يعني. والله. هو بص الاشخاص الميستيريس كده تحس ان على اخره على اخره يعني بواكل فضولي يعني. بس ماشي بالظبط كده. فمين اللي كنت شغال مع كاجو ان انا باك جراوند ارتست، بس اشتغلت كذا حاجه يعني مثلا بنعمل تتر في شخصيات معموله بنعمل لها مش عارف ايه illustrations. فاشتغلنا على مسلسل عماني، هو الشغل كله عماني بصراحه فاهمني، مسلسل كرتون كده. كنا بقى في الخلفيات مش عارف خلفيات كانت معموله بظبطها بروبس مش عارف ايه بتاع. بعد كده اشتغلنا على المفروض ان هو فيلم النتفليكس كونسبت كده، بس ما اعرفش ايه اللي حصل ده قبل الكورونا جت دمرت ما تبقى. كنت انا شغال انا والحاج سيد ككونسبت، وكان معانا بنت ثانيه، كنا احنا حوالي 3. فكان الموضوع مرهق صعب. وبالنسبه لي انا حاسس ان انا مش عارف اطلع الحاج سيد عايزه. انا من وجهه نظري انا وحسيت الموضوع اصلا كان ساي فاي قوي، وانا مش في الساي فاي خالص. ما بحبش مش لايق عليك اصلا. فما بحبش الساي فاي اصلا. بعد كده الكورونا جت، هي تولت ان هي تدي هي المشروع. اتفضل اقعد في البيت. بس كده. فقعدت في البيت شويه، ما بعملش حاجه طبعا. لو شغل جه كنت بشتغل عادي، لو شغلات موشن جرافيك كلنا عندنا نفس من الكونكشنز اللي انا عملتها من الشركات دي والشركات دي والناس اللي عارفاني يعني. بعديها اشتغلت بقى في اخر بروجكت كنت شغال فيه، كان يامن لو تعرفه، كان تبع جرافيكس، كان كلمني قال لي في فيلم ديزني بلس عايزينك تشتغل معانا كونسبت وكده. تبقى حلو قوي. فقلت له ماشي. انا سمعت بقى ديزني وكونسبت وساي فاي وكده، رشقت. مش حكايه رشقت، خفت ان انا ما هو بص هي في رهبه كده من اول في بدايه كل بروجكت ان انا مش هقدر ادي. خدت بالك؟ ايوه صح. فالمهم ده بصراحه من اكتر البروجكتات البروفيشنال والحلوه اللي انا اشتغلت فيها. رحت هناك هو اسمه ده، اشتغلت هناك معهم شهرين ككونسبت مع ارت دايركتور اجنبي جنوب افريقيا. تمام ماشي. هو المفروض احنا لسه مخلصين الشغل بتاع الفيلم، هينزل ان شاء الله بدايه السنه الجديده 2023. حلو يعني مشروعك اكتمل ومشي واتقفل. الحمد لله. فانت تعتبر اشتغلت مع شغل اجنبي اكتر ما من في فرق بقى؟ ما هقول لك اشتغلت مع اسمه ده ارت دايركتور جنوب افريقي ومخرجه جنوب افريقيه اجانب يعني. اشتغلت معاهم شهرين ككونسبت، بنديفلوب الشكل الاماكن اللي احنا الكاركتر هيبقى فيها. بعد كده وقفت قال لك هيبقى في فيز ثانيه وبعد كده هنكمل. المهم جيت لقيت جايبين ارت دايركتور مصري احمد جمال عارفه لو تعرفه. المهم كان هو الارت دايركتور بتاع الفيلم. اشتغلت بقى ككالر كي. كان فيه هو شغال مع فنان تاني 3D ارتست بيديني الموديل اسمه ده 3D. انا كنت بديفلوب مع الالوان بتاعت السينات والستايل بتاع البرش ستروك، الشغل الفرش اسمه ده فيجوال ديفلوبمنت عامه للشكل بتاع الانفايرمنت. فاهمني؟ ده شغل متخصص اكتر. بالظبط. ما هو عشان كده انا يعني شغلني في الحته اللي انا متخصص فيها اكتر. فحسيت ان انا مستريح وعارف ممكن اطلع افكار وبتاع، غير الديزاين الحته اللي هو كونسبت مش مستريح. انا كان مستريح في ان انا الون اكتر. بالظبط. فاهمني؟ بعد كده الكلام ده قبل رمضان. بعد كده رجعنا بعد رمضان اللي فات ده. اشتغلت بقى في الريل بقى الفاينل باك جراوند ارت. في ناس كانت بتعمل لاي اوت على ال 3 دي مودلز، وبعد كده انا بستلم اللاي اوت دي انا اللي بلونها. كنت انا ماسك الماستر سينز، السينات اللي هي الاستابلش شوت مثلا، او الحاجات اللي هي
الواسعه مثلا، وبعد كده في فنانين تانيين بيشتغلوا في المشاهد اللي هي الداخليه والاثار وكده. فاهمني. انا كنت بحط اللوك العام للمشهد. هم لون وراك. الستايل موجود، الالوان موجوده. انت معمل لهم الريفرنس يعني. فاهمني. بس وخلصت معاهم شهر 8 اللي فات. حلو بس حلو جدا. دلوقتي بتعمل ايه؟ انا حاليا باخد بريك. والله بتريح كده حبه. طيب ممتاز. باخد بريك عشان لما اخش في السحله تاني تكون فايق كده. يكون البروسيسور برد حبه بالظبط. طيب عندي هنا بقى الاسئله اللي انت بيجي لك اسئله. في ناس من الرسامين صغيرين بيجوا يسالوك نعمل ايه، نروح فين، نيجي منين؟ والله هي اسئله عامه يعني، بتبقى عامه، اللي هو مثلا انت ايه رايك في البتاع ده، ايه رايك في الاستادي ده، عامل ايه، مش عارف ايه. فبحاول اوجهه لو حسيت ان هو عارف اللي هو بيسال اسئله عامه بزياده، اللي هو ايه، هو انا ازاي ابقى environmental artist. بحس اللي هو اصلا هو مش مكسل انه يعمل المجهود ان هو بس لو حد بيسالني على حاجه متخصصه مثلا، بقول له انت عملت كده كذا غلط، مش عارف ايه، وفي كورس معين لو انت عايز كورس مثلا متخصص بيعمل كذا في الحته دي. حلو. بس طيب اللي عايز يبقى شاطر في مجالك، يعني ايه مواصفات الباك جراوند ارتست او بتاع الكالر كي الشاطر؟ يعني ازاي يبقى شاطر، يذاكر منين، يروح فين، يعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ اول حاجه لازم يعرف الاساسيات. كانفايرمنت انت بتتعامل مع فراغ، لازم تعرف برسبكتيف، ازاي ترسم الحاجه في الفراغ، ازاي ترسم الحاجه من كذا زاويه. بيبقى عندك حس انك ترسم السكيل. انت مثلا بترسم عربيه هناك، ما ترسمش الشجره مثلا اقصر منها مثلا، فاهمني. تبقى انت فاهم انت بترسم نسب، فاهمني. تبقى انت فاهم انت بترسم النسب اللي انت شغال بيها. الحاجات دي بيجيبها ممارسه ولا بيجيبها مذاكره؟ بتبقى مذاكره وغلطات، وانت بتعرف انت في حاجه بتبقى غلط في الشغل اللي انت عامله، فاهمني. بالنسبه للالوان، انت الحاجات اللي انا عرفتها من الكورسات. يعني انا كنت بشوف مثلا كورس نيثان فوكس، هو كان شغال environment artist، كان بيلون في بيكسار، قصدي دريم ووركس تقريبا. كنت بتفرج على يعني هو كان يعني بشوف المايند سيت بتاعته، هو بيشوف الالوان ازاي، بيبسط الحاجه ازاي، بيحط تفاصيل ازاي، فاهمني. اي حد بشوفه مثلا بيلون كويس بشوف هو بيشتغل ازاي. عملت سيرش كتير على كولر ثيوري، ازاي الالوان ده كده بيزكس. بتلم البيزكس. وكنت بتوري حد يصلح لك، ولا انت اوريدي عشان كنت في الشغل فكانوا بيصلحوا لك جوه، ولا كنت؟ والله بص، يعني مش قوي، ما كنتش بوري. يعني هو كان عندي انسكيورتيز في الموضوع ده بصراحه، ان هو ما بتحبش حد لا مش حكايه ما بحبش حد يقول لي ايه القرف ده، ما بحبش حد يشوف اصلا انت اصلا مش مقتنع بيه. اللي هو ايه، انا عايز ايه، عايز انا احب الحاجه، فاهمني. اتقبلها انا الاول وبعد كده بوريها لك. بالظبط كده، اللي هو انا مش حاببها وبعد كده بوريها له، لا هو انا شايف ان في حاجه غلط، فاهمني. عرفت ان في الوان سخنه والوان ساقعه، وازاي ان انا اميكس الالوان دي بحيث ان اطلع حاجه ابيلينج. وليه الرسم بتاعنا ماضي مثلا، في معظم شغلنا القديم بيبقى الالوان كلها تحس انها جريش كده، تحس ان في حد ما فيهاش فايبرنت، مش منوره، تحس في حد معاه قلم رصاص كده معككها. فاهمني. ليه كده؟ انا بحب يعني اشوف الحاجه دي معموله ليه، وليه غلط، لو اتعملت غلط ليه، ايه الصح بتاعها، وهكذا. حلو. بس طيب، بس خلاص كده سألنا كل حاجه وعرفنا كل حاجه. ونروح ناكل بقى، يا ريت. ماشي. قشطه. ميرسي يا بركه على الحلقه الظريفه دي. انا سعيد جدا، واتمنى انا اكتر والله، اتمنى نعيدها تاني ان شاء الله في السيزون الجاي ان شاء الله. ماشي، مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك. نروح ناكل ولا نلعب بلاي ستيشن؟ اي حاجه. ماشي. قشطه. خلاص. سلام يا جماعه. باي.